هيصة ولما هيصة والخلوة العامة. فطير مشلتت فلاحي، واللي تقولك الفطير بيتعمل بالسمنة قولي لها اسكتي. سارة بتقول بالزبدة والقشطة، يبقى بالزبدة والقشطة. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل على النبي. صل على النبي كده في قلبك وتعالي نشوف الفطير اللي بيدب في البق. تعرفي تعدي لحد كام؟ ما تيجوا نعد. يلا نشوف الورق. بصوا كده، بصوا كده، بصوا الورق. تعالوا بقى نعد كده. واحد. بصوا شايفين التوريقه؟ بصوا 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 الجمال. بصوا بصوا التوريقه. يلا ادي واحد طري، استحاله يجلد عشان معمول بزبده وقشطه، استحاله يجلد منك. طري بيدوب في البق لو عملتيه بنفس الطريقه دي. يلا عدي، انت بتعدي معايا ولا لا؟ يلا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه اهي، سته احنا هنعد للصبح. سبعه تمانيه تسعه عشره. لا كتير كتير. بصوا بصوا 10 وسخنه قوي على ايدي والعيال عايزين ياكلوا كتير بجد. 10 11. لا ده احنا هنعد لبكره. شايفين انا عملت لكم دفتر، عملت لكم كشكول ورق مش فطير. طعمه يا بنات بالزبده والقشطه يا خرابي في حته تانيه. يا وعدي عليه. شايفين التوريقه؟ بتيجوا نقطع كده وندوق. بصوا استحاله يجلد منك، استحاله استحاله. بصوا بصوا طري ازاي شوفيه. شايفين 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 مورق ازاي؟ ولما تيجي تاكليه ما يشدش زي الجلد عشان معمول بالزبده والقشطه. يتاكل كده بسم الله ويدوب في البق. يا وعد عليه. مالكيش دعوه بالكميه اللي انا عاملاها، وخدي المقادير بالكيلو. هتجيبي كيلو دقيق، هتحطي عليه رشه ملح، كيلو دقيق ورشه ملح زي ما انتم شايفين، وهتكوني حاطه نص لتر ميه سخنه على النار، سخنه قوي عشان تخلي الدقيق بتاعنا يستوي. والميه السخنه اللي بتغلي دي هي اللي بتخلي العجينه ما تشدش معاكي. وهتجيبي لي كوبايه شاي مليانه سكر، انا بحبه بالسكر، لو انت ما بتحبيش السكر استغني عنه. يبقى كيلو دقيق عليه رشه ملح هتقلبيهم. هتجيبي نص لتر ميه هتدوبي فيه كوبايه سكر، كوبايه شاي هتحطي فيها سكر، وتحطي السكر على الميه السخنه بتغلي وتقلبيه كويس، وتحطي الميه بالسكر على العجين وتقلبي العجينه كويس. تعجني العجينه هتاخد معاكي نص ساعه عجن. لو عندك عجان اعجني في العجان مفيش مشكله. وكمان الناس اللي ما بتحبش طعم السكر في الفطير ممكن تستغني عنه، بس احنا بنحب الفطير مسكر شويه. ودي مقادير الكيلو زي ما قلت لكم. عجنت العجينه كويس جدا واخدت معايا نص ساعة عجن، نص ساعة يعني، لحد ما العجينة بقت طرية في ايدي كده. وعايزة اقول لكم بيبقى فيها سنة تلزيق، ما تبقاش اللي هي حجر معاكي، لا بيبقى فيها سنة تلزيق كده وليها عرق بالشكل ده. شايفين اهو؟ عجنتها نص ساعة متواصل. وزي ما قلت لكم دي مقادير الكيلو، مالكيش دعوة بالكمية اللي انا عاملاها. كيلو دقيق عليه رشة ملح، نص لتر مية سخنة بتغلي. كيلو دقيق بياخد نص لتر مية، تمام. وكوبايه شاي هتحطي فيها سكر، وتدوبي السكر في الميه السخنه اللي بتغلي، وتعجني العجينه كويس جدا. وبعد كده تسيبيها ترتاح ساعه، العجينه ترتاح ساعه. العجينه ارتاحت وسبناها ساعه زي ما قلت، سبتها ساعه لحد ما ارتاحت كده. كيلو الدقيق بيتقطع ازاي؟ كيلو الدقيق بتجيبي شويه زيت وبتبلي ايدك كده بالزيت، وبتجيبي كيلو الدقيق اللي انت عجنتيه وسبتيه يرتاح، هتقطعي 25 كوره صغنونه قد اللقمه، بتاخديها كده حلقه ما بين صوابعك. شايفين قد اللقمه الصغنونه؟ شايفين قد ايه؟ بتقطعي 25 واحده، وهتقطعي كوره كبيره. ودي الحاجه اللي هنحتاجها لطريقه الفطيره بتاعتنا. 25 لقمه صغيره او 25 كوره صغيره وكوره كبيره، ونسيبهم يرتاحوا. سيبنا كيلو دقيق ارتاح، اللي هو ايه؟ عباره عن كيلو دقيق اللي هو 25 كوره صغيره وكوره كبيره. الكوره دي اللي هنلم فيها في الاخر. عندي هنا زبده وقشطه سبتهم يفكوا من امبارح وبقوا سايلين معايا جدا عشان ما يقطعوش العجينه. وزي ما انتم شايفين بفرد كوره صغيره من ال 25 كوره. كيلو دقيق يا بنات بيبقى الكوره الكبيره اللي انتم شايفينها دي و25 كوره صغيره. وطبعا بعد ما بنقطعهم بنسيبهم يرتاحوا ساعه. لازم تسيبي التقطيعات دي ترتاح ساعه، وبعد كده تفردي
وتحطي الزبده والقشطه. لو عملتيه بسمنه هيجلد وهيقطع منك، خدي بالك. السمنه بتخلي الفطير يشدد ويجلد ويشد معاكي كده، ما يبقاش ظريف ويبقى عامل زي الجلد. اما الزبده والقشطه بتخليه يدوب. خلاص كده احنا فردنا ال 25 قطعة صغيرة من العجين. هو كيلو دقيق يا بنات بيبقى عبارة عن قطعة الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي و25 قطعة صغيرة، فردناهم بالزبدة والقشطة رقات فوق بعض اهم في الصينية. هنفرد بقى الكبيرة كده، بندهن الرخامة زيت وبنفردها، بتبقى سهلة جدا لان العجينة مرتاحة وقعدت ساعة عقبال ما ارتاحت، فتبقى سهلة الفرد. هنحط جواها زبدة وقشطة، وبعد ما فردناها كويس هنحط الزبدة والقشطة ونحط رقات او ال 25 راق من العجين، وهنقفل على ال 25 راق كده بالعجينه الام او العجينه الكبيره، وهنسيبها ترتاح لمده ساعه. لازم ترتاح لمده ساعه. زي ما انتم شايفين انا خلصت الكميه بتاعتي. هدهن كده زبده وقشطه من فوق الوش واسيبهم يرتاحوا يا بنات لمده ساعه، وبعد ساعه هوريكم انا هعمل فيهم ايه. لازم كل مرحله تريحيها ساعه. تعجني العجينه ريحي ساعه، قطعتي العجينه بعدها تريحي ساعه، بعد ما تريحي العجينه ساعه بعد التقطيع تفردي العجينه لازم ترتاح ساعه. كل مرحله لازم تريحيها ساعه. بعد ما ارتاحت ساعه جبت صاج وبقيت افرد العجينه، اضغطي من النص وفي الاخر تفردي الاطراف بالشكل ده. هتلاقي الرقات اللي احنا حطيناها في النص بالام اتفردت وعملت كميه من التورقات بتاعه الفطير الرهيبه. شايفين؟ كل ده بقى هينفش في الفرن. ده هي بعد ما فردتها كده اول لما تدخليها الفرن هتقب معاكي من غير بقى خميره ولا اي حاجه خالص. دخلناها الفرن اهو زي ما انتوا شايفين. هنزل دي تحت اهو عشان لو القعر بتاعها يتحمر من تحت شويه. انا بشغل الفرن على درجه حراره 200 وبرفع الصاج فوق زي ما انتوا شايفين اهو. حاطه الصاج فوق خالص، وبعد ما تستوي كده من فوق بنزلها تحت تتحمر. ودي طريقتي، طريقه المانجا الاسماعيلاوي يا بنات في عمايل الفطير. قولوا لي بقى حلو ولا لا، وبتتابعوني من اي بلد ومن اي مكان. قولوا لي طريقه عجبتكم ولا لا، وسهله وبسيطه ولا لا، وبجد تحفه يا بنات. واللي بيعملوا زيي بيطلع مورق كده ولا ايه؟ بجد الطريقه هتعجبكم، جربوها وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم. قولوا لي في الكومنتات رايكم في الطريقه وعجبتكم ولا لا. واي حد عايز اي حاجه اعملها له يقول لي في الكومنت وانا هعملها له بسرعه الصاروخ.